اهلا بيكم في حلقة باصي لميدو. النهاردة يوم غير عادي وغير اعتيادي. النهاردة هحلل ماتش الزمالك والمصري. ما تيجوا نشوف. الزمالك رجع يقول انا هنا، مش مجرد فوز، ده بيان رسمي ان الفريق ده لسه كبير. قدام المصري شفنا الزمالك مختلف، روح، تركيز ورغبة ان الماتش يخلص بدري بدري. ضغط من اول دقيقة، سيطرة وشخصية فريق عارف هو عايز ايه. اللعيبة كانت بتقاتل على الكورة، وسط الملعب شغال، دفاع ثابت وهجوم بيضرب في الوقت الصح. كل واحد عارف دوره وكل واحد بيأدي أقصى حاجة عنده. المدير الفني قرا الماتش صح، تبديلات في وقتها وإدارة ذكية خلت الزمالك ماسك زمام الأمور لآخر صفارة. الفوز ده مش 3 نقط وبس، دي رسالة للمنافسين. الزمالك لما يركز يخوف، ولما يلعب بروحه مفيش حد عليه. الزمالك كبير، والكبير لما يصحى الكل يحسب له ألف حساب. نبتدي نقسم شكل المباراة كان ماشي ازاي. أولا، شكل الزمالك وخط اللعب. الزمالك دخل الماتش وهو واضح إن هو عايز يفرض شخصيته من البداية. الخطة كانت مرنة، 4-2-3-1 بتحول أحيانا ل4-3-3. وقت للاستحواذ، عندنا ظاهرين بيطلعوا بحذر، ارتكاز ثابت قدام الدفاع، صانع لعب حر بين الخطوط، ضغط عالي أول ربع ساعة. الفكرة الأساسية خنق المصري ومنعه من البناء من الخلف، البيلد أب من ورا. تاني حاجة التنظيم الدفاعي، نقطة قوة واضحة للزمالك في الماتش. خط الدفاع متقارب، في تقارب في خط الدفاع ما بين حسام عبد المجيد والونش. مفيش مساحات بين قلبي الدفاع، كان في كومباكت في الدفاع. تغطية ممتازة وقت المرتدات، تحس اللعيبة عارفة هي بتعمل ايه. لما يبقى في ضغط عالي يحصل كومباكت، اللعيبة كلها بتدافع. لما يحصل في ارتداد لهجمة سريعة اللعيبة كلها بتهاجم. في تكاتف ما بين الخطوط، الخطوط قريبة من بعض. تقفيل العمق وإجبار المصري يلعب على الأطراف، دي من النقط اللي الزمالك لعب عليها. الاستحواذ كان لصالح الزمالك. المصري اعتمد على الكرات الطويلة، لكن الدفاع كان صاحي وتعامل معاها بهدوء، وده قلل الخطورة بشكل كبير. حسام عبد المجيد من رغم ان هو بطيء احيانا، بس في الكرات العالية بيساعدك وبيصلح وبيشيل وبيساعد زمايله. عندك محمد اسماعيل، هو اصلا بيلعب قلب دفاع، بس المشكله ان هو مش ما فيش مكان ان هو يلعب قلب دفاع دلوقتي. فالراجل حطه وسط خط مدافع في النص، بمعنى اصح بيلعبوا ليبرو من الاخر، اللي هي اصلا اوريدي تم تغيير فكره الليبرو دي اصلا من الكوره. الزمالك النهارده لعب بتشكيله 4-2-3-1 صحيح، بس هو في الاول في الاخر لعب بطريقه 4-3-3، خطه هجوميه بحته. من حراسة المرمى محمد صبحي، من اليمين للشمال محمد إبراهيم، ناشئ واعد. وأنا بقول من دلوقتي الواد دوت إن شاء الله ربنا يكرمه. ومعاه الونش وحسام عبد الحميد وحسام عبد المجيد، سنتر باكس. والباك ليفت خضري كويس برضو وناشئ كويس. وفي خط النص عندك محمد اسماعيل، زي ما انا قلت محمد اسماعيل اصلا مدافع. انت عشان انت عندك نقص في حته خط الوسط المدافع. معتمد جمال خلق لك واحد وكواليتي عاليه، ومحمد اسماعيل من الناس اللي رجليها كويسه على الكوره، اللي هي تقدر توصلك. هو اللي عمل الربط ما بين الدفاع وخط النص والهجوم. فده يعتبر ذكاء من المدرب ان هو عمل كده. وطبعا ادم كايد ده قصته قصه، يعني ده حكايه لوحده. ادم كايد مستواه طالع بشكل تصاعدي مرعب. عنده 23 سنة بالمناسبة وهو فلسطيني. الناس كان في انتقادات غير طبيعية عليه ان هو بطيء. قبل كده كان عندنا مدربين سباكين ما كانوش عارفين يستخدموه. هو الراجل اصلا جاي كصانع لعب، مش لا وينج ليفت ولا وينج رايت ولا شادو سترايكر. هو صانع لعب، حطه في مكانه. وانا زي ما انا قلت في التحليل الماتش اللي فات، الكرة عبارة عن تروس. الترس لو ركب في ترس غلط مش هيعشق. فهو اوريدي خلاص، هو عرف مستواه فين، هو بلاي ميكر.
عندك قدام شيكو بنزا، اللهم احفظنا، واخوان بتزيرا وينج رايت، وده الدباغ. وده الدباغ ده كواليتي محترمة جدا، وبقول من دلوقتي خافوا عليه. وده الدباغ فلسطيني وطالع برضو، هو وادم كايت طالعين بنفس المستوى. دلوقتي التشكيله زي ما انا قلت 4-3-3. بالنسبه للتشكيل المصري، كان محمد حمدي حراس المرمى، ومعاه باك رايت كريم العراقي، وبالنسبه للسنتر باكس باهر المحمدي، ومعاه خالد صبحي. وبالنسبه للباك رايت، باك ليفت سوري، مصطفى العش. هو مش مصطفى العش ده كان باين في الاهلي؟ جراح جاي اعاره يعني، ماشي. وبعد كده عندك في خط النص حسن علي، وعندك باهر، مش عارف باهر مين ده، والله ما انا عارف اسمه. آه، مجيشي، ما اعرفش، مجيشي، اسمه مجيشي. وعندك عماد صفوت. وعندك دغموم. دغموم ده نفسي يجي الزمالك. رايق وفاهم كوره ورجليه حلوه، جزائري، وعنده 27 سنه. كان في كلام ان هو يجي الزمالك، بس بسبب وقف القيد ده ما اعتقدش ان هو هيجي يعني. وقدام عندك الواد اللي هو أسامة مغربي، قعد يقول لك عليه ده واعد وده سوبر ستار وخافوا منه. وصلاح محسن عارفينه طبعا. لو هنيجي بالماتش، في الدقيقة 24 ضربة جزاء عن طريق حسام عبد المجيد. وفي الدقيقة 34 تم احتساب برضه ضربة جزاء للمصري صلاح محسن، أحرزها صلاح محسن. وفي الدقيقة 75 بطريقة وجملة ولا أروع من أوداي الدباغ، كورنر، كرة ثابتة، كرة ركنية، آدم كايد يرفعها عالية، الجون محمد حمدي يخطأ إن هو يمسكها، تنزل من عليه أوداي الدباغ فيرست تايم على طول. وسط الملعب مفتاح الفوز. وسط الزمالك كان هو كلمة السر في الماتش. قطع الكرات مستمر، نقل لعب سريع من الدفاع للهجوم، كسب أغلب الالتحامات الثنائية، ضغط عكس سريع بعد فقدان الكرة. ده خلى المصري دايما يبدأ الهجمة تحت ضغط، وما يعرفش يطلع بالكرة بالشكل المنظم. رابع حاجة، الشق الهجومي وصناعة الفرص. الزمالك هاجم بعقل، مش عشوائية. لعب على أنصاف المساحات، تبادل مراكز بين الجناح وصانع اللعب، اختراقات من العمق مش بس عرضيات، تسديدات من خارج المنطقة لفتح الدفاع. الأهداف جاية نتيجة عن ضغط، تحرك بدون كرة، استغلال أخطاء المصري، مش هجوم فردي، هجوم جماعي. ده اللي اعتمد عليه المدرب المخضرم معتمد جمال. هقول عليه مخضرم لأن في الظروف الصعبة دي عارف إن هو يلم اللعيبة ويدي لهم الدفعة والروح إن هم يقاتلوا من أجل إن هم يكسبوا الماتش، لأن هو عارف أهمية الماتش ده. خامس حاجة، قراءة المدرب والتبديلات. المدير الفني كان حاضر ذهنيا، التبديلات جت في وقتها صح. حافظ على التوازن الدفاعي قبل الماتش لما الزمالك تقدم، ما سمحش بعودة المصري نفسيا حتى. وده فرق كبير عن ماتشات كان الزمالك فيها بيتراجع بدون داعي. أول لما الزمالك يجيب جون تلاقي الفرقة كلها رجعت، لا، هو جاب الجون الأولاني وبعد كده طبعا عن طريق ضربة جزاء حسام عبد المجيد، بس في الاخر، في الاول في الاخر ده هدف. بعد كده ما رجعش ورا، لا، ابتدى يهاجم تاني ويخلي المصري يخنق على المصري ان هو ما يرجعش للمباراه. سادس حاجه، المصري ليه ما قدرش؟ بطيء في التحضير، اعتماد مبالغ فيه على الكرات الطويله، غياب الحلول الفرديه. مفيش حلول الفرديه. المصري عنده صلاح محسن، المصري عنده دهموم، كل الناس دي ما قدرتش تعمل اي حاجه. ضغط الزمالك قتل اي محاوله للسيطره. الخلاصة، الزمالك كسب لأنه كان منظم، عرف يلعب على نقاط الضعف المنافس، لعب بروح عالية، التزام تكتيكي طوال ال90 دقيقة. ده مش مجرد فوز، ده أداء يطمن الجمهور. وفعلا أول مرة أحس الزمالك بيلعب بشكل، في شكل. الزمالك اللي احنا عارفينه، الزمالك اللي هو نازل في روح، في إصرار، في عزيمة للعيبة. الظروف صعبة في النادي، انا كجمهور انا ماليش دعوة، انا يهمني الملعب. الملعب هو ده التركيز اللي بيخليني اركز مع النادي. الامور اللي بره الملعب انا ماليش دعوة بيها، انا كجمهور بشجع كورة بس.
الزمالك النهارده لعب بتشكيلة 4-2-3-1 صحيح، بس هو في الأول في الآخر لعب بطريقة 4-3-3، خطة هجومية بحتة. من حراسة المرمى محمد صبحي، من اليمين للشمال محمد إبراهيم، ناشئ واعد. وأنا بقول من دلوقتي الواد دوت إن شاء الله ربنا يكرمه. ومعاه الونش وحسام عبد الحميد وحسام عبد المجيد، سنتر باكس. والباك ليفت خضري كويس برضو وناشئ كويس. وفي خط النص عندك محمد اسماعيل، زي ما انا قلت محمد اسماعيل اصلا مدافع. انت عشان انت عندك نقص في حته خط الوسط المدافع. معتمد جمال خلق لك واحد وكواليتي عاليه، ومحمد اسماعيل من الناس اللي رجليها كويسه على الكوره، اللي هي تقدر توصلك. هو اللي عمل الربط ما بين الدفاع وخط النص والهجوم. فده يعتبر ذكاء من المدرب ان هو عمل كده. وطبعا ادم كايد ده قصته قصه، يعني ده حكايه لوحده. ادم كايد مستواه طالع بشكل تصاعدي مرعب. عنده 23 سنه بالمناسبه وهو فلسطيني. الناس كان في انتقادات غير طبيعيه عليه ان هو بطيء. قبل كده كان عندنا مدربين سباكين ما كانوش عارفين يستخدموه. هو الراجل اصلا جاي كصانع لعب، مش لا وينج ليفت ولا وينج رايت ولا شادو سترايكر. هو صانع لعب، حطه في مكانه. وانا زي ما انا قلت في التحليلات الماتش اللي فات، الكرة عبارة عن تروس. الترس لو ركب في ترس غلط مش هيعشق. فهو اوريدي خلاص، هو عرف مستواه فين. هو بلاي ميكر. عندك قدام شيكو بنزا، اللهم احفظنا، واخوان بتزيرا وينج رايت، وده الدباغ. وده الدباغ ده كواليتي محترمة جدا، وبقول من دلوقتي خافوا عليه. وده الدباغ فلسطيني وطالع برضو، هو وادم كايد طالعين بنفس المستوى. دلوقتي التشكيله زي ما انا قلت 4-3-3. بالنسبه للتشكيل المصري، كان محمد حمدي حراس المرمى، ومعاه باك رايت كريم العراقي. وبالنسبه للسنتر باكس باهر المحمدي، ومعاه خالد صبحي. وبالنسبه للباك رايت باك ليفت سوري مصطفى العش. هو مصطفى العش ده كان باين في الاهلي، جراح جاي اعاره يعني. ماشي. وبعد كده عندك في خط النص حسن علي، وعندك باهر، مش عارف باهر مين ده، والله ما انا عارف اسمه. آه، مجيشي، ما اعرفش، مجيشي اسمه مجيشي. وعندك عماد صفوت. وعندك دغموم ده نفسي يجي الزمالك. رايق وفاهم كوره ورجليه حلوه، جزائري وعنده 27 سنه. كان في كلام ان هو يجي الزمالك، بس بسبب وقف القيد ده ما اعتقدش ان هو هيجي يعني. وقدام عندك الواد اللي هو أسامة مغربي، قعد يقول لك عليه ده واعد وده سوبر ستار وخافوا منه. وصلاح محسن عارفينه طبعا. لو هنيجي بالماتش، في الدقيقة 24 ضربة جزاء عن طريق حسام عبد المجيد. وفي الدقيقة 34 تم احتساب برضه ضربة جزاء للمصري صلاح محسن، أحرزها صلاح محسن. وفي الدقيقة 75 بطريقة وجملة ولا أروع من أوداي الدباغ، كورنر، كرة ثابتة، كرة ركنية، آدم كايد يرفعها عالية، الجون محمد حمدي يخطأ إن هو يمسكها، تنزل من عليه أوداي الدباغ فيرست تايم على طول. هنيجي على تفاصيل الماتش. الماتش خلص 2-1 لصالح الزمالك، يتصدر مجموعته. اللا منطق، الزمالك هو اللا منطق بكل الظروف دي، هو اللا منطق. 2-1 الاستحواذ للمصري 54%، الزمالك 46%. الشوط على المرمى للزمالك 12، والشوط على المرمى المصري على الزمالك 9. الشوط في وسط المرمى بين الثلاث خشبات 4 للزمالك و1 للمصري. بالنسبة البيج تشانس كرييتد اللي هي الفرص المحققة 3 للزمالك و1 للمصري. بالنسبة للركنيات 4 للزمالك 3 للمصري. بالنسبة للتسلل 3 للمصري و3 للزمالك. بالنسبة عدد الباصات الصحيحة للزمالك 248، المصري 284. بالنسبة
عدد الهجمات للزمالك 127، وده اللي يقول لك ان الزمالك من بداية المباراة داخل على ضغط عالي على طول، عايز يخلص الماتش. اصل انت ده حياة وموت. انت كنت في المركز الثالث برصيد 5 نقط، وكايزر شيف كان كسبان زاسكو 1-0. بعد ما لقينا الجدول اتغير كده، لا الزمالك لازم يكسب. انا الزمالك مفيش هزار. انا بالنسبه لي انا بشجع الكره الحلوه. الكره الحلوه الزمالك مهما حصل فيه اي حاجه، هو الزمالك. هو لازم الواحد يشجع الزمالك، ما ينفعش تشجيع الزمالك ده حاجه. هي كده، هو دي ان ايه، ما تفهمش، واحد بيتولد بيه الزمالك. الزمالك فكره انك تكون واقف حتى وانت مجروح، تكسب، تفرح، تخسر، تفضل رافع راسك. الزمالك يعني كرامة، جمهور واقف في الظهر مهما الدنيا مالت. يعني لعب بروح مش بعدد بطولات بس. نادي اتبنى على التحدي وعاش دايما ضد التيار، وعشان كده جمهوره مختلف، بيحب النادي مش عشان بيكسب، لا، لكن عشان الزمالك شبهه. الزمالك هو الإحساس، هو الانتماء للكيان، هو إنك تقول أنا زملكاوي وإنت فخور في أي وقت وفي أي نتيجة. الزمالك هو روح. الزمالك هو روحي، هو واحد صاحبي، مش اللي هو أتخانق معاه وأسيبه وأمشي وخلاص مش عايز أشوفك. هو الزمالك بالنسبة لي وبالنسبة لجمهور الزمالك عموما هو شخص زيه، اللي هو شخص الحياة بتيجي عليه، آه، بيغلط وبيتعاقب وبيصيب وبيغلط برضه وبيقع في نفس الغلط، بس في الأول وفي الآخر إحنا بنحب الكيان ده. هو روح بالنسبة لنا. أنا ومعظم الناس بتشجع النادي ده، بالنسبة لها إن الزمالك يكسب، بالنسبة لها اليوم ده يوم عيد. إن أنا أشوف تيشيرت الزمالك قدامي ده بالنسبة لي دي فرحة، دي سعادة. ممكن تكون وقتية، بس هو إحنا كده، هو الدي إن إيه بتاعنا كده. حاجة انا ما اخترتهاش، هي دي ان ايه، انا بشجع الزمالك خلاص. صعب ان انت تحاول تحميها خالص، تشيلها من دماغي مهما ضاق ومهما ضاقت الصعوبات ومهما مجالس تتغير وتيجي وتروح وتعمل. انا هشجعه، ينزل درجة تانية، ينزل درجة رابعة، هشجعه. في جمهور من القاهرة للسويس بيروحوا له، وهم عارفين ان هو النادي اللعيبة مش على قد المستوى اللي الجمهور بيتمناه. بس هي دي الفكرة.